اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص روايح العيد هلت علينا. بدأنا بقى في تنظيفات العيد. جه الوقت المناسب. خلاص انا دلوقتي بدأت تنظيفات العيد قبل العيد تقريبا كده باسبوع. هو فعلا الجو قلب، لكن احنا برضو هننظف بيتنا بمكونات بسيطه. وهقولك النهارده انا بستخدم ايه وايه الحاجات فعلا اللي انت ما ينفعش تستغني عنها في البيت، حتى لو كانت غاليه شويه، عشان دي اللي هتحافظ على عفش بيتك. وايه الحاجات اللي احنا ممكن نمشي بيها الدنيا معانا. خليكي معايا في الفيديو دوت النهارده عشان العيد السنه دي معلمه هيخلي بيتك يكون منور بالبركه والشطاره. تعالي بقى يا حبيبتي هقولك ايه. اول حاجه احنا بنبدا في التنظيفات من فوق لتحت. اول حاجه بننظف الستاير. الستاره اول حاجه انا بنضفها بايه؟ بشيل بجيب قماشه بيضه، بشيل اي تراب عليها. او لو عندك مكنسه بنغسل كيس المكنسه كويس جدا، وبعد كده بينشف وبنشفط التراب من عليها. واجيب بقى الفوطه الحلوه دي. الفوطه دي عامله 15 جنيه. بجيبها وما بستغناش ابدا عن كلين. كلين ده يا جماعه ده مش اعلان، لكن هو فعلا ده اللي انا بستخدمه، معتمداه من سنين. العبوه دي عامله 25 جنيه، وبتقعد معايا يعني بدون مبالغه سنه بالظبط. حلوه جدا وريحتها خطيره للستاير والانتريه والسجاد كمان. بنضيف يعني كوبايه ميه على غطيين بالظبط من كلين في طبق. وببدا بعد ما اكون شفطت كل التراب اللي على الستاره، وانا دلوقتي هوريكم برضو الستاره قبل وبعد بالقماشه دي. وابدا ان انا اخد من الرغوه اللي في الطبق بتاعي والمع بيها الستاره. طبعا بكون انا مشفطه التراب، فاللهم بارك بتدي ريحه خطيره وبتدي لمعه جميله جدا. وبرده ده معانا في الانتريه وفي السجاد. بننفض السجاد وبعد كده بالفرشه بتاعه البلاط وبنبدا نلمع بيها السجاد، يعني بتنضفيه على الناشف. ده مفيش وقت اصلا ان احنا نقعد نغسل في سجاد وحاجات من دي، فهو ده فعلا جميل جدا وهيفرق معاكي. بعد كده انا في تكه برضو بعملها، حابه اقولك عليها بالنسبه للستاير الشيفون. احنا دلوقتي لما بنيجي نغسلها، انا بغسلها ازاي؟ بديها شطفه في الغساله الاول لوحدها، او بنقعها في ميه تنزل الترابه اللي فيها، وبعد كده ببدا اغسلها على نظيف، عشان ما ينفعش نحطها في الغساله بالتراب بتاعها. هي هتفضل يعني الغساله الدوره شغاله وهي برضو فيها التراب، يبقى انت كده برضو ما حصلتيش، يعني ما توصلتيش للنظافه اللي هي ايه اللي المفروض تكون عليها. تاني حاجه معايا مرمع الازاز ده يا جماعه. دي كانت ازازه ماكسل، انا كنت شارياها من سنه ونص بس محافظه عليها. حاطه فيها ايه بقى؟ ميه وخل. واللي تابع فيديو المنظفات بتاعي اللي كنت عاملاه قبل كده، حاطه فيه خل وميه وشويه شاور. ده تلميعه جميله جدا للازاز. وبرده هوريكم ايه وانا بعمل الازاز بتاع الالوميتال. يبقى دي برده انا معتمداها. نيجي بقى للخشب. بصي بقى يا ست الكل، الخشب ده بالذات ما ينفعش ان احنا نلعب فيه. ليه؟ لان دلوقتي الخشب غالي جدا. انت لما تيجي تعوضي انتريه او صالون، الاقل انتريه دلوقتي عامله 40,000 جنيه. فاحنا لما نجيب البليتش ده خطير جدا، ده كان عامل 70 جنيه. العلبه دي بتقعد معاكي برضو كميه كبيره. بتلمعي بيها. اول حاجه برضو بنشيل التراب من على الخشب بقماشه، وبعد كده نبدا نعمل بالملمع ده. جميل جدا. طب انا يا لما ما عنديش امكانيه اجيب البليتش، هقولك برضو انا جبت ده وجربته. ده اقسم بالله يا جماعه بقاله عندي سنه ونص. العلبه دي كانت عامله 60 جنيه، كنت جايباها من على امازون. بصي هي عامله زي الشمع كده. دي بقى فعلا بتحافظ على الخشب وجميله جدا. دي تستعمليها مثلا هقولك كل 3 شهور على الخشب، وبعد كده في النظافه بقى اللي هي الاسبوعيه بتبداي تعملي بالبليدج. جميله جدا وبتغذي فعلا الخشب. دي عن تجربه. ولكن لو انت ما وزعتهاش صح على الخشب بتعمل زي تجيير كده فيه، فلازم توزعيها كويس جدا. وانا برضو هوريكي دلوقتي خطوه وانا بعملها على الخشب هيبقى عامل ازاي. وهوريكي كورنر بالبليدج وكورنر بالبي ووكس، وانت بقى تقرري.
معايا بقى. طب ماشي، اقول لك على فكره تانية. انت مثلا مش معاكي تجيبي بليدج او بي ووكس، هنجيب ايه؟ حاجه سهله جدا. المناديل دي يا جماعه كانت عامله 15 جنيه، منديل مبلل دوت، بنلمع بيه الخشب، بيلمع جدا برضو وجميل. انا بلمع بيه ساعات الخشب. يبقى كده المناديل دي يا جماعه فعلا موفره، واللي ما عندوش استطاعه ان هو يجيب بليدج او بي ووكس يستعملها للخشب، للرخامه برضو بتبقى جميله جدا. بتظبط معاكي الدنيا وبتلم برضو الموضوع. بعد كده معاكي ايه بقى يا لما للارضيات؟ دي كانت بريكس، كنت جايباها برضو من فتره كبيره. انا من النوع اللي انا بحتفظ بالعلب البلاستيك، واي حاجه عندي بعمل لها اعاده تدوير، ما برميهاش. دي بقى حاطه فيها الكلور الخام اللي انا كنت جايباه معاكم في القناه، وعليها شويه شاور وخل. ريحتهم يا جماعه خطيره، الشاور اصلا ريحته تحفه، والكلور بيعقم وهو والخل، وبيلمع الارضيات كمان. دي بقى ما بستغناش عنها لغسيل الارضيات، بمسح بيها بالشرشوبه. لو مش قادره برضو حتى ان انت عندك وقت تدلقي ميه وتعملي، ممكن تعملي الارض دورين، يعني دور اول بشويه ميه صغيرين كده بكلور، وبعد كده بتعملي بالخلطه دي، جميله جدا ومن البيت. في حاجه بقى نسيت اقولها لكم. انا بعمل الحيطان بايه بقى؟ بجيب برضو ميه وعليها صابون مواعين، وباخد الرغوه بتاعتها وبعملها بالمكنسه دي. دي بقى المساحه دي جميله جدا، بتتفرد وتتني كده زي ما انتم شايفينها، ودي بتدخل جوه جميع الزوايا، يعني بتدخل حتى هنا كده عند السرير، وتدخل كده بالطول وبتطلع وبتنزل، جميله جدا. وبتشيلي بقى القماشه اللي فيها اللي تحت دي، بتغسليها وبعد كده بترجعي تنشفيها تاني، جميله جدا. وبتلم معاكي الميه، وبتلم معاكي برضو الميه من الارض، وتحفه بقى في الحيطه وفي السيراميك برضو بتاع المطبخ والحمام العادي دوت. طب انا بدعكم بايه سيراميك المطبخ والحمام؟ بالفرشه بتاعه البلاط، بحط عليها سلك مواعين، واربطها باستك من الجنبين، وبدعك بيها السيراميك، وبعد كده بنشف بالمساحه اللي انا وريتها لكم دي. يبقى احنا كده من اول الستاير لغايه الانتريه. برضو انا لو في الفرش بتاع الانتريه ينفع يدخل الغساله، بديله برده شطفه في الاول زي ما قلت لكم كده في البانيو او في طبق بلاستيك، وبعد كده بغسله في الغساله يكمل النظافه بتاعته. او بعد كده بقى لو انت مش هينفع انك انت تفكيه، يبقى بالكليم برده. لغايه الارضيات كده تمام. انا بقى حابه اقول لكم انا جبت ايه. انا جبت العلاقات دي جميله جدا. قلت عندي طقم التوزيع الحامل بتاعه اتكسر، فجبت 4 من دول، الواحده عامله 30 جنيه عشان اعلقهم عليها. وانا بقى برضو دلوقتي هوريكي الستاره قبل التنظيف وبعد التنظيف بقت عامله ازاي، وهوريكي برضو جزء من الخشب قبل وبعد. ويا ريت بقى ما تنسيش اللايك والشير للفيديو وكومنت جميل منك كده. ده بقى الجزء اللي هو قبل التنظيف، هنضفه بقى دلوقتي. اعمل لكم ضرفه بالبليدج وضرفه تانية بالبي ووكس، وانتي تحددي تشوفي ايه اللي هيبقى مناسب ليكي، وتشوفي برضو ايه الفرق بينهم. انا دلوقتي شلت التراب بس كده من عليهم بقماشه بيضه، وبعد كده دلوقتي هوريكي بقى ايه وانا بعمل بالبليدج. وانا بعمل برش بيه اهو رشه بسيطه جدا. تعالوا بقى اوريكم الجزء اللي هو بالبي ووكس. هاخد حته اهي على طرف القماشه، وابدا ان انا اوزعها كده والمع كده اهو. بصوا طلع ايه برضو. انا مش حاطه كميه كبيره، حاطه كميه صغيره، لو عايزين برضو نزود تاني اهي. بس انا اصلا بحب البليدج، يعني انا من زمان من سنين، من اول ما اتجوزت ما كانش طبعا البي ووكس ده نعرفه، او ما كانش لسه طلع، فانا كنت بستخدم على طول البليدج. حتى لما طلعوا البديل بتاعه اللي هو المصري المرار دوت، لا بصراحه ما عجبنيش، ومفيش احلى من البليدج يا جماعه. هو تقريبا مقاطعه،
بس انا كنت جايبه برده العلبه دي بقالها عندي كتير جدا، لان انا بنضف بيها وبعد كده بستخدم المناديل المبلله وايدي بقى فيها على طول. اهو ده الفرق بين البليتش، دي معموله بالبليتش ودي معموله بالبي ووكس. شوفوا بقى ايه الفرق واحكموا، اكتبوا لي في التعليقات ايه الفرق وايه اللي عجبكم اكتر. ملمع ازازه هبدا ارشه وبعد كده امسحه. بصوا بقى حبايبي، بالنسبه للجزء بتاع المجرى دوت ممكن تشفطيه الاول بالمكنسه وبعد كده بالودانه زي ما انا عملته كده، وندخل في الزوايا دي بتطلع كل حاجه فيها اهي، مش هتاخد منك حاجه كلها. يا جماعه اهو بحط منه حوالي يعني غطا ونص. دلوقتي بقى انا كده بنضفها بالكلين، وبدخل ايدي بين التنايات بتاعه الستاره البرقع وبنضفها كويس جدا. مش عايز يعني الريحه يا جماعه تحفه بجد ولمعته خطيره جدا. ودي حبايبي بقى الستاره بعد ما نضفتها، قولوا لي ايه رايكم فيها وفي لمعتها. ما شاء الله اللهم بارك. انا بقى معلش نسيت اوريكم دوت. ده برضو انا كنت جايباه ملمع للتلاجة من ماكسل، ده كان فعلا جميل جدا للتلاجات والميكروويف. بس انا بعد كده طبعا دي خلصت بقى لها عندي سنتين. انا حطيت فيها ميه وخل وبيكربونات الصوديوم اللي هي الكربوناتو وملح ليمون. ودي يا جماعه افضل حاجه موفره تغسلي بيها التلاجة وبتخلي ريحتها جميله جدا. يا ريت بقى الفيديو يكون عجبكم وقولوا لي ايه رايكم في المنظفات. وعايزه اقول لكم ان الستاره ما خدتش بالظبط 7 دقايق تنظيف. انا الاول كنت عندي الخرطوم وكنت بشغل عليها الخرطوم لما بنكون في الصيف، لكن بصراحه دلوقتي الجو فيه برد وعندنا بقى دروس والمدارس، فما فيش وقت اصلا ان انا اعمل بالخرطوم والميه بقى تجري في الشقه كلها، وكمان عشان الفواتير غليت. فانا بصراحه برضو بحاول ان انا اوفر بقدر المستطاع. الارض بعملها بالشرشوبه، والستاير زي ما انا وريتكم كده لمعت وبقت الله اكبر عليها جميله جدا. وكل سنه وانتم طيبين، وانتظروني بقى في فيديو مشتريات الكعك والبسكوت ونواعم العيد. انا على فكره انا مش متاخره عليها، بس انا بعملها قبل العيد ب3 ايام عشان يبقى ليها سهوه كده ونفرح بيها. وكل سنه وانتم طيبين حبايبي.